نبدأ بالصلاة على النبي وتعالوا نعمل احلى مندي، احلى من بتاع المطاعم كمان. يلا بينا. اول حاجة ركزوا معايا قليلا عشان في كام تركايه كده هتفرق معاكم كتير. اول حاجة واحنا بنسلق اللحمة هننزل بمية فترة عادية يعني مش سخنة. تمام كده. وبعدين هننزل بالمنكهات بتاعنا، فصين مستكة وحبهان ورق لوري وطماطمايه وبصلايه وملح وفلفل ورشة سكر. كويس. وبعدين هننزل باللحمه والنار تكون هاديه. طب ايه الحكمه في كده؟ الحكمه في كده ان حضرتك هتخلي الزفاره اللي في اللحمه تطلع على الوش كتل، وبسهوله جدا هتعرفي تشيليها. غير ان النار تكون عاليه هتفتت الزفاره وهتختفي في الشوربه واللحمه هتبقى زفره. وغير كده كمان الشوربه مش هيبقى لها طعم. لكن بالطريقه دي هتاكل احلى حته لحمه وتشربها احلى شويه شوربه. خلاص. بعد كده هنجيب بولة صغيرة وننزل فيها بشوية زعفران أو بودرة الزعفران وملح وفلفل وكركم وشوية مية أو شوربة. وخلوهم على جنب دلوقتي هنحتاجهم كمان شوية. خلاص اللحمة اتسلقت، هنطلعها بقى في طبق أو بايركس ونجيب الخليط اللي لسه عاملينه من شوية وندهن اللحمة بيه علشان نضيع طعم سلق اللحمة وتاخد لون دهبي جميل كده. وهتعلي التيست طبعا. هنسيبها على جنب شوية برضو وتعالوا نعمل رز المندي. هننزل بشوية زيت وبصلاية كبيرة متقطعة صغير، وأول ما تدبل هننزل بالبهارات الصحيحة بتاعنا اللي هي حبهان وقرفة وقرنفل وفلفل أسود ومرق الدجاج اختياري، هي بتعلي التست بصراحة بس زي ما تحب. وبعد كده هننزل بفصين توم مفرومين، واول ما ريحتهم تطلع هننزل بالرز البسمتي الذهبي الحبه الطويله المغسول ومنقوع نص ساعه ومتصفي كويس. وبعدين هننزل بملح وبهارات المندي وبهارات سبعه. ملحوظه نخلي بالنا من الملح لان الشوربه فيها ملح، واحنا كمان نزلنا بمرق الدجاج وهي كمان فيها ملح. خلاص. نقلب الرز كويس بقى مع البهارات لحد ما يتشمع، وبعد كده هنجيب البايركس وننزل بالرز اللي شوحناه وعلى طول ننزل بالشوربة. البايركس طبعا كان مليان جدا فاخدت شوية في بايركس تاني صغير علشان لما يغلي ما يبهدلش الفرن. وطبعا اهم من الشغل تظبيط الشغل، ولا ايه؟ هنقفل بقى البايركس كويس بفويل ونخرمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولو الفويل اللي عندكم خفيف حط اتنين فوق بعض. وبعد كده هنغطي اللحمه بواحد كمان. اهم حاجه نغطي كويس عشان كل حاجه تاخد من بعضها واللحمه تكون دايبه والرز ياخد من بخار اللحمه، غير ان هو بالشوربه اصلا فيبقى طعمه حلو لوحده من غير حاجه. دي تركات بسيطه بس بتفرق جدا. ولسه التركايه الاخيره كمان والاهم. بعد كده هنحط البايركس في الفرن اللي احنا مولعينه من قبلها على الرف الوسطاني على نار 220 لمده 10 دقايق او ربع ساعه. وبعد كده هننزله على ارضيه الفرن على نار 160 لمده نص ساعه او ساعه الا ربع بالكتير، والنتيجه هتبهركم يا جماعه. وطبعا اللحمه دايبه دوب والرز اصلا يتاكل لوحده. طعمه خطير جدا والله، تسلم ايدي والله. تعالوا بقى نعمل احلى تركايه واهم تركايه. هنولع فحمايه ونحطها في حته فويل وننزل عليها بشويه زيت او سمنه او زبده. ويلا يا ست الكل كانك جايباه من مطعم مندي اصلي ومن على الفحم كمان. عن ثقه جربوه، بالف هنا مقدما هيعجبكم جدا. والسلام ختام.